لأجل حرية الوطن، مؤكدا أن دماء الشهداء هي التي كتبت تاريخ مصر. اللي قدمت شهيد أو اللي قدم شهيد، ربنا يا رب يلحقنا بيهم في الجنة ويعوض عليكم. بس انتوا عملتوا كده عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر بلدنا مصر يعني. فكتر خيركم، واسمحوا لي زمايلي ان احنا نوجه لهم التحية من فضلكم. شكرا. وأشار المشير السيسي إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هذا العام يمثل تكريما للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي ترتكز عليها العسكرية المصرية. الجيش قوي برجاله، بقواته، بقادته، متماسك. دايما الجيش المصري متماسك. ليه متماسك؟ لأن الجيش المصري بيعبر عن نسيج الشعب المصري كله. هو جيش بيعبر عن كل المصريين بكل البساطة اللي بتعنيها هذه الكلمة. فاحنا حرصنا ان احنا نبذل اقصى جهد ونتحرك كلنا في كافة المجالات. وبصراحة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القادة والضباط والصف والجنود قطعنا شوط كبير. ده كان حقيقي بفضل الله سبحانه وتعالى في كل مجال من مجالات القوات المسلحة. وأشاد برجال القوات المسلحة الذين يثبتون كل يوم أنهم جيش وطني شريف جدير بثقة شعبه العظيم. السادة القادة اللي قاعدين قدامي، السادة الضباط، صف الضباط، الجنود، كله كان على قدر المسؤولية، وكانت النسبة الغالبة ما شاء الله يعني، وكانت النتيجة حاجة عظيمة جدا جدا. ويمكن انتوا شايفين ان القوات نزلت من غير ما حد يحس بيها، نازله بسلام وامان وشكلها محترم ويعكس وجه محترم للجيش. في اي وقت القوات المسلحه بتتحرك النهارده بتتحرك بشكل الناس كلها بيلفت نظرها. ده الاصل ان احنا محبين جدا لاهلنا، لشعبنا، وكمان في من جانب شعبنا حب شديد قوي لجيشه، وفي قناعه وثقه في جيشه واهل جيشه. كنا حريصين على ان الناس تشوفنا في الشارع، نحاول بقدر الامكان نساهم في بشكل او باخر في تخفيف المعاناه. لو امكن نقدر نعمل حاجه بنعملها، وبنعملها عشان خاطر بلدنا مش عشان حاجه تانية. فده صله انت بتحافظ عليها. الجندي او الصف ضابط او الضابط اللي واقف في الشارع لازم وهو بيتعامل مع المصري، اي مصري من اول اسكندريه لغايه اسوان، يبقى حاطط في اعتباره النقطه اللي انا بتكلم فيها دي، ان في علاقه خاصه جدا. انا عايز اقول لكم العلاقه الخاصه اللي بين الجيش المصري وبين الشعب المصري علاقه بتحسد عليها مصر. العلاقه الخاصه، الحب الحقيقي، الثقه الكبيره اللي موجوده بين الشعب المصري وبين الجيش المصري دي في دول كتير بتقول اشمعنى البلد دي كده؟ ايه الحكاية الغريبة جدا اللي بين المصريين جيشهم وشعبهم؟ فانا بس بفكر نفسي وبفكركم ان انتم ما تنسوش ان انتم لازم شجرة المحبة، شجرة الثقة، شجرة التقدير، شجرة الاحترام اللي موجودة بيننا وبين الشعب المصري لابد دايما يتم تروى. لابد من عطاء يخلي العلاقة والثقة والتقدير والاحترام يزيد وما ينقص. انت تفتكر انك انت كل الكلام ممكن تقوله. صحيح مش كل الكلام ممكن يتقال، لكن احنا الكلام قبل كده ما كانش بيتقال لدواعي الامن القومي، لمخاطر ان الكلام ده يطلع. بس انا متصور ان نتيجة ان ثورة الاتصالات اللي بقول عليها ديت
واسلوب حرب المعلومات اللي بتكلم فيه ده الجيل الرابع والجيل الخامس والكلام من هذا القبيل يخليني اقول مخاطر الكلام بقت اقل من مخاطر عدم الكلام. يعني قبل كده كنا بنقول مش كل حاجة تتقال، لكن بقى دلوقتي استهداف عقول وافهام الناس بقى يشكل خطر حقيقي على الامن القومي. وبالتالي انا تصورت ان المعالجة الحقيقية انك تتحدث وتقول الخطر وتقول الحقائق. ليه؟ لانك انت حجب الحقائق هيضعف ممانعة الناس اكتر كتير وتسبب مخاطر اكبر كتير من انك انت تقول شوية حقائق للاخرين. احنا النهاردة كنا في يوم من الايام العظيمة جدا في تاريخ الايام، اليوم الاحتفال بالشهداء، الشهداء اللي قدمهم الوطن عشان يفضل وطن مرفوع الراس محفوظ. فأديكم شفتوا من الناس اللي قدمت أبنائها كانوا قاعدين معانا عاملين ازاي. يعني الحقيقة الواحد لما شافهم يعني بيقول فعلا المصريين شعب عظيم جدا، ان النهاردة بعد السنين الطويلة جدا الناس اللي جاية في هذه المناسبة بتقول لك يعني عشان خاطر مصر يهون كل حاجة. وما زال الجيش والشرطة، ما زال الجيش والشرطة بيقدم شهداء، واحنا بنقول يا رب الشهداء يكونوا يعني في أعلى الدرجات في الجنة ويلحقنا بيهم على الإيمان الكامل.